الناحيه الثانيه عندي اللي هو غلوش اللي في المعلم. هو ليه اسمه غلوش؟ يعني انا جه في دماغي ان هو مفيش حد اسمه غلوش في البطاقه اكيد يعني، فهو طبعاً. اكيد ده نيك نيم، يعني اكيد ده حد سماه مطلعه كده. عليه. اسمع عليه فليه فابتديت احس ان هو بيتكلم من هنا كده، اللي هو غلوش، يعني بقى صوته مغلوش شويه يعني مثلا يعني. فده اللي جه في دماغي. وطلع كده فعلا يعني ومش في كل الاوقات، يعني لما بيحب زي ما بيقولوا يعني بينفش ريشه او بيتكلم صوته بطريقه بيهوش؟ غلوش حلو ده. فبيروح في الحته دي شويه. بس فجمال تعبان اكتر، يا جمال اللي في حق عرب هو تعبان قوي، وبني ادم بيوقع بين الناس يعني عنده حته انه شايف ان هو الاحق من عرب السويركي بالمكان ده، لان ده عمي، فانا المفروض ابقى انا هنا، المفروض ابقى انا دراعه اليمين. منفسن. ففي في حته نفسنا، وفي نفس الوقت مش هينفع يبينها لانه عمه ده معلم كبير فهيهرشه بدري بدري. فلا في المداري كده، فبقيت اعمل له كماين بقى وحاجات زي ما حلو ده قوي. فمبسوط. 3 شخصيات مختلفين تماما. في رابعه كمان يا هاجر في لحظه غضب في واتشت مع سيبا مبارك ومحمد شاهين. دي عارفه كل الاسرار لا، دي مخبيها علينا. ماشي بعد البرنامج. مش مشكله. ده اكسكلوسيف فعلا يعني، ما ما شاء فيش، الله. ما اتكلمتش في حته ما حدش يعرف فعلا انا في المسلسل ده. عامل حاجه ضيف شرف كده لطيفه جدا. الزوج اللي هو الى حد ما خنيق جدا، يعني بني ادم مش مركز في ان هو مراته حاسه بايه او احساسها بايه دلوقتي وهو بيتكلم معاها في الموضوع ده، على قد ما هو بيرضي غروره او بيرضي رجولته او الكلام ده كله. نماذج كتير شفناها كده كتير قوي في يعني الواقع. الحمد لله. الراجل الغبي يعني زي ما بيقولوا ان هو فعلا ده بيبقى غبي، ان هو مش قادر يوصل لمشاعر مراته اللي هي المفروض شريكة حياته. يعني هو انت مش جانب واحد بس في الحياه، انتوا الاثنين بيكملوا بعض. طبعا. فلا هو بالنسبه له ده اهم هو حاجة. طب نرجع بقى شويه لورا، وعايزه اسالك كده عن صدفه يعني انا شايفاها ممكن تكون غيرت حياتك. انت قابلت الاستاذ الراحل ربنا يرحمه يا رب خالد صلاح. طبعا ربنا يرحمه. وسالك عايز تشتغل ولا لا، وفعلا انت قلت له ورشحك للجزيره 2. ده حقيقي؟ احكي لي بقى الصدفه الكامله من اولها يا احمد. بصي هقول لك، هصحح لك الحدوته بالظبط. انا كنت ابتديت اشتغل، يعني انا بدايه شغلي كانت فيلم اسمه هي فوضى مع الاستاذ الكبير يوسف شاهين، يعني الاستاذ خالد يوسف. كانت الحكايه بالنسبه لي كنت اعرف طبعا الاستاذ خالد صالح من قبلها، بس اول مره نقرب من بعض بالشكل ده في الفيلم ده. كان هو والاستاذ يعني ابويا الروحي عمرو عبد الجليل اللي انا بحبه جدا جدا جدا. اشتغلنا، وكان حصل لي اصلا حدوته غريبه في الفيلم بتاع هي فوضى. رحت عرفت ان الاستاذ يوسف شاهين بيحضر لفيلم، فروحت المكتب قلت بقى هقابله، ما هو اللي مكتشف ابويا بقى وحاجات. ايوه طبعا. ما عرفتش اقابله. كان تعبان كالعاده في حاجه. فرحت قالوا لي طب ابني ابلكيشن وهسيب كام صوره والحاجات دي كلها. عملت كده، مشيت روحت طبعا مكتئب ومش طايق نفسي. كلموني بعدها باربع 5 ايام عايزينك معانا في مشهد. فطبعا انا بالنسبه لي يعني تقيله برضو عليا في اول حاجه ان انا اعمل مشهد. طب ليه؟ طب يعني ما اسمي احمد عبد الله محمود برضو، انا مش صغير، والدي برضو اسطوره يعني. قلت خلاص انا هعمل كده عشان اتعلم وعشان اعرف انا عندي حاجه ولا لا، لان انا كنت يعني برضو كان مش عارف انا بحب، بس مش عارف بعرف اعمل كده ولا لا. رحت ولبست لبس العسكري وقعدت في اوضه مع 15 فرد مثلا، ودخلت بقى قالوا لي هات لك جزمه من هنا، البيادات بتاعت العساكر دي. فدخلت نقيت جزمه، طبعا كانت مقتوله قبل كده مرتين الجزمه، يعني اللي هو منظرها ما يوحيش، بس هي مقاسي الوحيد اللي مقاسي، فقلت هلبسها خلاص هعمل ايه. حتى البدله نفسها كانت ملبوسه كتير وحاجات كده يعني. بدايات بقى. لا بس حلو انه حاول، ما قالش لا انا طبعًا. لازم ابقى في وضع يعني معين. هي ذكريات على قد ما هي حلوه على قد ما هي مؤلمه يعني. انا عمري ما انسى مثلا وجبه الجبن اللي ب 12 جنيه ونص، عمري ما انسى الرقم 12 جنيه ونص بالظبط، وجبه جبن في البريك وكلتها زي وانا ابن ناس اصلا مش بتاع الحاجات دي. بس انت بتدفع 12 جنيه ونص؟ لا أنا بس انت عارف سعرها كام يعني. انا عارف بكام. بس الفنان خالد صح كان سبب ان انت تمثل، صح؟ الايه؟ كان سبب طبعا، هو السبب. هقول لك بقى في ايه. المهم فاشتغلنا وكان المشهد بيني وبينه، فاتبسط جدا. حصل لي برضو موقف غريب ان وانا بعمل المشهد انا طويل، الاستاذ خالد صالح كان قصير شويه،
الله يرحمه. يرحمه. فاستاذ يوسف شاهين يجيبني يمين يقول اكشن نعمل مشهد طويل قوي مش في حاجه هينفع. غلط، بعاني والله. تعالى شمال، فجيت شمال وهو يمين نعمل المشهد، لا في حاجه غلط. مش عاجبين. احمد قلت له نعم يا ريس، قال لي اقلع الجزمه. هي مطوله قلعت الجزمه، فقلعت الجزمه دي اكشن، خطوه اتنين، بدل ما اقول كلام قلت دي مسمار 10 سم صلب قد كده دخل في رجلي من تحت. يا لهوي. فبموت بقى خلاص مش قادر يعني. المهم كملت وعملوا لي الجرح والحاجات وكملت المشهد وخلاص وتمام. فالاصرار ده هو اللي عجب غالبا الاستاذ خالد صالح غالبا يعني. خلاص غلبان بقى وتعور طبعا اللي وكده عايز هناخده معانا. حاجه بيصر عليها. بعدها عملت فيلمين كده ما تشافوش، كنت برضو حاجه صغيره يعني. واحد اسمه بلد البنات والتاني مش فاكر اسمه ايه. كان اسمه حاجات في البدايه يعني. يعني حاجات كان كمان هوجه كده، كانت معموله 10 افلام للشباب. كان استاذ هاني جرجس فوزي كان هو اللي بينتجهم. ف بعدها بقى عملت مسلسل اسمه الركين، وقعدت سنتين بقى بعد الركين ده. كان اخراج استاذ جمال عبد الحميد. فالسنتين دول انا مش هعرف اروح اقول لوالدتي اديني فلوس عايز اخرج والحاجات دي. فاشتغلت في مول، نزلت عادي جدا ورحت اشتغلت. كنت لسه خلصت دراسه. كان لسه في ماركه موبايلات جديده لسه نازله، فعندي واحد صاحبي سمعته في التليفون هو اللي بيعمل البوث اللي في نص المول والحاجات دي اللي هي بتبقى في نص الممشى. فبيدور على ناس تشتغل، فقلت له طب هنزل اشتغل يعني، هو فلوس تيجي وخلاص. صح. المهم فعملت كده. قابلت مين بقى يا استاذ خالد صالح؟ الصدفه بقى، هي دي الصدفه اللي احنا مستنيينها. عشان هو وافق ان هو يعمل حاجات يعني ممكن مش اي حد يوافق بيها، فربنا كان بيسبب له اسباب يعني في الوقت المناسب. صحيح. بس يا ستي قابلته بقى، وبعدها بكام يوم كلمني قال لي انبسط. قلت له ليه؟ اتبسط ليه؟ يعني ما انت شايف اللي انا فيه، اتبسط ليه؟ الله يرحمه. قال لي لا انا بقول لك انبسط بطريقته. انت بتقلده. ايوه بس انت قلدت لنا. لا ده قلد لنا ناس كتير. ما في قلد ناس كتير. بعدين بقى لا هنقلد دلوقتي. لا طب انا مستنيه لما نيجي نلعب ترد عليها بقى بصوت حد تاني لما نيجي نلعب. لا بيعرف يقلد. بتيجي كده يعني. هي ممكن تلاقي جمله كل حاجه جوه. هنخرج كل حاجه جوه. المهم هو ما قاليش في ايه، وسكت وقفلنا وعايد عليا. كنا في العيد غالبا يعني. عايد عليا وعدت المكالمه. بعدها بكم يعني بشهر مثلا لقيت مكالمه جات لي عايزينك في مكتب استاذ شريف عرفة. فطبعا بالنسبه لي استاذ شريف عرفة ده حاجه كبيره جدا. كانت صدمه. وعارف انه بيحضر الجزيره 2 وبتاع. فرحت والله رحت ماشي. عايز اقول لك كان ايام رخمه يعني بالنسبه لي. الحمد لله ربنا بيعوض. الحمد لله. لا بصي انا عندي حاجات وتمام ما عنديش مشاكل، بس هي النقطه في ايه؟ ان انت فجاه لقيت السيوله كلها عندي بيوت. لا ما شاء الله فاهمين. مش عارف يعني هروح فين يعني. هخلع كنبه مثلا وامشي بيها واركبها واجري بيها. رحت قابلت الناس. عرفت ان هو كان قاعد مع استاذ خالد صالح بيتكلموا عن مين اللي يعمل الشخصيه بتاعه عصار الصعيدي اللي هو دراعه اليمين في الفيلم. عملتها تحفه انت. حبه جدا. صعيدي بقى. صعيدي فيه فعلا بيبقى مميز جدا. اللكنه متقنه يعني بالظبط. شرير جدا هو كمان.